مرحبا، جمعة مباركة. حبيت نطل اليوم بهذا الزليج الجزائري الأصيل والجميل الذي ظهر به عناصر المنتخب الجزائري في العمليات الإحمائية لمباراتهم البارحة أمام النيجر. كانت صور جميلة جدا، مش فقط القميص حتى كله، يعني اللي ظهروا به اللاعبين الجزائريين في عملية الإحماء. اليوم حبيت نحاول مع الإخوان، سواء كانوا محللين أو إعلاميين أو حتى مواطنين عاديين، نحاول أنني نتحدث عن مباراة البارحة بين الجزائر والنيجر التي انتهت بفوز المنتخب الجزائري، فوز صعب ولكنه مستحق، بهدفين مقابل هدف واحد في اللحظات الأخيرة بعد ما كنا خاسرين 1-0 أمام منتخب النيجر في الشوط الأول. منتخب النيجر الذي كان قويا في صراعاته في الثنائيات، خلقنا لنا مشاكل كبيرة في الشوط الأول. في الشوط الثاني كانت الحلول موجودة وكانت الروح مختلفة. طبعا قرأت الكثير من التحاليل والتعاليق حول مردود اللاعبين الجدد. أنا أريد أن نتجاوز هذا الأمر، ممكن أن أتحدث عنه في عجالة، لأنه ليس هذا اللي هو المهم، وصعب جدا أنك تحكم على أي لاعب في المنتخب من خلال مباراة واحدة. اللاعبين هذو شايفينهم في نواديهم، في المنتخب أي نعم أمر آخر، ولكن صعب أنك أي واحد فينا يقول بأنه هذا أو ذاك يستحق التواجد في المنتخب ويستحق اللعب في ذلك الموقع أو أي شيء. ولو أنه على مستوى المنتخب هناك حديث عن منظومة وعن لاعبين، وليس هناك حديث عن لاعب أساسي وآخر احتياطي، إلا عندنا في بعض الأحيان الأساسي يبقى أساسي إلى يوم الدين. طبعا البارحة عندنا مش فقط في الجزائر، في الوطن العربي وفي أفريقيا عموما. البارحة اختبار كان صراحة كان مفيد من كل الجوانب. نبدأ بالتقييم الجدد. صعب، لا أيت نوري ولا بوعناني ولا شيبي، أي نعم كل واحد فيهم لم يكن مخيب في الدقائق اللي لعبها، ولكن صعب أنك تقيم وتقول خلاص وجدنا لاعبين، لأنه مازالهم صغار والمباريات الصعبة مازالت جاية. وصعب جدا أنك تعول عليهم هكذا كمجموعة وكلاعبين في مباريات الكبيرة وتستغني بسرعة عن لاعبين آخرين. جميل أن يكونوا موجودين جماعيا، جميل أننا نستقطبهم، جميل أنهم يكونوا في المجموعة ويخلقوا منافسة شديدة للاعبين يعتقدوا، خاصة البعض يعتقد بأنه خلاص هو أساسي إلى يوم الدين ولا يمكنه أن يتزحزح. فجميل جدا أن تكون المنافسة على كل منصب ب3 أو حتى 4 لاعبين، ولو أنه اليوم صاروا عندنا مدافعين كثر، لو نحسب نلقاو مدافعين كثيرين. فرسالتي الأولى هو أنه مليح أنه أحيانا نفوز بصعوبة، مليح أننا نجد صعوبات في الفوز، ونجد صعوبات في اللعب أمام منتخبات حتى ولو كانت النيجر ليس منتخب كبير صراحة، منتخب متواضع. مليح أنه تكون المنافسة، مليح أنه نستقطب لاعبين جدد، مليح أنه الجمهور يكون عنده ذلك الصبر اللي كان عنده البارحة، خاصة في اللحظات الأخيرة. انتظرنا حتى الدقيقة 89 لنسجل الهدف الثاني. جميل جدا كذلك أن نضع أرجلنا في الأرض وأن نتواضع كل واحد في موقعه، ولا نعتقد بأننا وصلنا أو فزنا، ولا نعتقد بأننا نملك الحقيقة ونملك لوحدنا القدرة على صناعة الفارق، خاصة على مستوى الكرة وعلى مستوى المنتخب بالدرجة الأولى. منتخب يبنى بمعطيات كثيرة جدا، يبنى عندما تتوفر الكثير من الشروط الذاتية والموضوعية المحيطة بالمنتخب والبعيدة عن المنتخب، خاصة لما يتعلق الأمر بمنتخب كرة هو جامع للجميع. يعني ما فيش واحد في الجزائر يقول أنا مش مشجع وأنا ضد المنتخب الجزائري لأنه فيه لاعب فلاني أو لأنه فيه مدرب فلاني. على العموم أنا حبيت نركز على شيء معين، هو أنه لا تلقوا بالأحكام المسبقة على اللاعبين وعلى مردودهم، خاصة الجدد. فلننتظر، هذا منتخب ليس فريق، وجميل أن نجد صعوبات أحيانا في مباريات الكرة. جميل أننا نصحح، لا يجب أن نخجل من تصحيح بعض الأخطاء أو الخيارات التي، خلينا ما نقولش أخطاء، نقول خيارات التي لم نوفق فيها
وبعدين هذا منتخب مش مجرد فريق، لأنه عنده خصوصياته. تدريب منتخب وتدريب فريق عنده خصوصياته، واللعب لمنتخب واللعب لفريق أيضا بالنسبة للاعبين عنده خصوصياته كذلك. فأنا أرجو من خلال هذا الفيديو من جماهير الكرة أنها تتريث في الحكم إلى إشعار آخر، إلى حين ربما الأمر يقتضي وقت إضافي، فلنعطي الوقت الإضافي لهذا المنتخب الذي تنتظره 3 مباريات أخرى تبدو في المتناول، ويبدو أنه حقق التأهل إلى إلى نهائيات كأس أفريقيا 2023 التي ستلعب في بداية 2024. ننتظر لنرى، مرحبا باللاعبين الجدد الذين انضموا للمنتخب الجزائري. سنشجعهم ونساندهم لأنهم باختصار شديد لاعبين في المنتخب الجزائري. أتمنى أن يعجبكم القميص هذا. شكرا لكم، جمعة مباركة مرة ثانية، وألقاكم بخير.